جينا للسؤال اللي مش عايزين نسأله اللي انا خايف منه. ف حاسس كده انه في ايه قنبله هتطلع. قنابل. حقيقة في اسئله كتير. جو اهيد نسأل السؤال. اوكي. انا سؤالي هو هل ربنا بيختار ناس وناس لا، او هل ربنا بيحب ناس وناس لا؟ يعني مثلا مكتوب في الكتاب انه احببت يعقوب وابغضت عيسو، هل ليها تفسير تاني ولا هو فعلا ربنا عنده فيفوريتيزم ناس معينة وناس لا؟ وده باين كتير في مصطلحات كتير في آيات كتير انه اخترتكم ودعوتكم وبررتكم، فهو واضح انه في حاجة تم اختيارها، في ناس تم اختيارهم انت بشكل بتزودي ما. عليها يعني. بكبر لك السؤال. عايزه افترض بقى سوري لا كملي. عايزه افترض بقى انه لو هو ربنا فعلا اختار، طب ليه جابهم من الاول؟ هو لو كان عارف ان هم مثلا هيموتوا ويروحوا النار، طب لو هو بيحبهم بجد ما كانش جابهم. او بلاش لو عايز تقول حاجه انت كمان؟ اتفضل. لو هو كان عارف ان هو من الاول ما كانوش هيختاروه، فمن الاول ما كانش سمح ان هم يجوا، بدل ما يجوا ما يختاروهوش ده سؤال ويتعذبوا. مختلف قوي عن اللي سألته. طب تعالوا نتفق على حاجه، احنا نرجع للنص نقرا اللي مكتوب عشان نشوف هنحل الموضوع ده ازاي. طيب ما تفتحوا معايا الموبايلز كده لو تقروا معايا، يعني if that's okay، عشان نفسي نشوف التكست مكتوب فيه ايه. انا هسمع عشان مش معايا موبايل. اللي معاه الموبايل يقدر يفتح الموبايل. رمية 9. اوكي، القصه دي وابغضت عيسو والموضوع ده. ايوه. ربنا اختار وعنده ناس وناس. ورمية 9 من عدد 6 ل 23. محتاج ايه انتوا يعني اصبروا معايا عشان الاجابه طويله شويه، محتاجين نفصص ده. اوكي ماشي. رمية 9 من عدد 6 ل 23. ولكن ليس هكذا حتى ان كلمه الله قد سقطت، لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون، ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد، بل باسحاق يدعى لك نسل. أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. دي حتة لازم ناخدها لوحدها، بس هنكمل، بس هنفصص حتة حتة. اوكي. وبعدين بيكمل وبيقول: وليس ذلك فقط، بيبني على حاجة تانية كمان، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولد بعد ولا فعل خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها، الآية اللي عملنا مشكلة برضو من ضمن المشاكل، أن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وابغضت عيسو. دي حتة، يبقى عندنا حته واحده فوق وعندنا حته تانية وبعدين عندنا اللي بعده. وبعدين بيكمل يقول: لانه يقول الكتاب لفرعون، داخل على موضوع فرعون في سفر الخروج: اني لهذا بعينيه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض. فاذا عندنا مشكله تانية في الحته اللي جايه دي: هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء، فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لان من يقام مشيئته. وده السؤال اللي احنا بنساله. صح. بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجبلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة، آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. يبقى عنده خيار وفقوس، بيختار ناس وخير وناس لا، في ناس مهيئه للهلاك وناس مهيئه للهلاك، وربنا غضبان منهم يعني هيطلع نار واوريدي كره واحد منهم. هنحكي في القصه دي. اوكي طبعا اللي انا بقوله ده يعني مش ده اللي انا بقوله. انا بس بحاول طلع الاسئله. يعني احنا اتعلمنا ان احنا لازم نذاكر النص حسب ما هو مكتوب في القرينه كلها، بالذات الاصحاح اللي قبله والاصحاح اللي بعده، وبنقرا الحته اللي بنحاول نفهمها جوه الاصحاح نفسه. فعندنا رمية 8 ورمية 10 لازم تتقري، وعندنا رمية 9 فيها خلاصة للي احنا بنقراه ده. فأنا عايز أقرأ الخلاصة، هم كام آية، وبعدين نفصص بعد ما نقرأ الخلاصة دي مع بعض، نفصص الآيات اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي اللي عاملين لنا مشاكل. وانتوا قولوا لي في الآخر إذا كان في لسه في لبث ولا في اقتناع ولا عرض، يعني يتخانقوا معايا. ماشي. لا. طيب نشوف الخلاصة.
الخلاصة اللي روميا بيتكلم عليها في روميا 9 اللي بولس بيحكي فيها موجودة في روميا 9 عدد 30 ل 32 3 آيات من فضلكم اقروها بتمهل. فماذا نقول؟ دي الخلاصة، إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. فاللي حصل فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة. شرح الآيات دي سهلة واضحة مكتوبة. قبل ما نشرح اللي فوق الصعب ده اللي عاملين مشاكل نشرح الكام آية دول، ودي ما فيهاش لبس. بيقول يا جماعة الأمم كانوا بيحاولوا ياخدوها باللي موجود في نفس الإصحاح ده في رومية 9 في الأعداد الأولانية، كان ليهم الاشتراع والعهود. وممكن تقرا لنا بليز في رومية 9 في كام آية كده في الأول بتتكلم عن ميزات ليها عند شعب إسرائيل. شعب إسرائيل يمتاز بشوية حاجات. الذين هم الإسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. كويس أوي. فدي امتيازات كان ربنا مميز بيها شعب إسرائيل. شعب إسرائيل في دول الآيات ديت حاولوا ياخدوا البر بالناموس، وكل ما يمتاز لشعب إسرائيل بالناموس، ولكنهم لم يدركوا البر لأنه فعلوا ذلك بالناموس وليس بالإيمان، لأنه الناموس ما بيخلص. ودي حاجة احنا متفقين عليها، الناموس ما بيخلص. قال لي 1 2 3 4 5 تعملهم، و1 2 3 4 5 ما تعملهمش. عرفنا؟ ما عرفناش. فقال الناموس يا جماعة قال لنا ان احنا ما نعرفش. الشعب بتاع إسرائيل مصمم أن يدرك البر، أن ياخد بر بالناموس. الله قال يا جماعة مش بالناموس، بالإيمان بالمسيح، مش بحاجة هتعملها لكن بالمسيح عمله على الصليب. انت مش هينفع تخلص نفسك عشان مجرد عندك مزايا انا ميزتك بيها، وانك شعب الله المختار في العهد القديم. في العهد الجديد في عهد جديد بالمسيح بالإيمان مش بأعمال الناموس. فاصطدموا بحجر الصدمة لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. سهلة؟ دي متفقين عليها؟ تمام ماشي. الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر كان عندهم اعتراض. يا جماعة احنا شعب إسرائيل، احنا اللي لينا الامتيازات، احنا اللي ناخد البر وناخده بالناموس. الأمم ما ينفعش كده بيخشوا كده، ده أمم، دول مش من شعب إسرائيل، ده ربنا ما اختارهمش. احنا شعب إسرائيل، احنا شعب الله المختار، احنا عندنا ناموس، احنا موسى كلمنا وادانا الناموس، احنا اللي عدينا في البحر الأحمر، ويعني ربنا اختارنا ودخلنا الأرض وعمل معنا معجزات وأكلنا من احنا شعب إسرائيل. احنا اللي لينا الحق، احنا الممتازين. ربنا قال يا جماعه بالايمان، ربنا اختار طريقه ثانيه. دي خلاصه رومية 9. تعال نقرا بقى الايات اللي قبليها. انا الحته دي عندي فيها سؤال هبقى اساله لك بعد ما تخلص. خلاص هرجع لك تاني، ما تنساش تساله لي من اول بقى الايه ونفصص حته حته. أيوة. اوكي. الايه الاولانيه ولكن ليس هكذا حتى ان كلمه الله قد سقطت. يعني هي ما سقطتش، كلمه الله لا تسقط، لم تسقط. كويس. العربي بس عندنا صعب شويه. لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون. في دول الخلاصه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، فاكرينها؟ اوكي. ولا لانهم من نسل ابراهيم هم جميعا اولاد. ليه؟ دايما في العربي، وحلو انه العربي عندنا في الترجمه دي بتوين براكتس كانه بيعمل كوتنج لحاجه تانية، فهنا جايه بتوين براكتس. بنفهم يعني في الانجليش، الفيرجنز الانجليش اسهل شويه، بنعرف نميز اكتر. بس حتى في العربي حلو جدا الترجمه اللي معانا فيها between brackets. فهو ده واخدها من حته تانية، واخدها بيقول ايه؟ بل between brackets I quote بإسحاق يدعى لك نسل. اي ليس اولاد الجسد هم اولاد الله، بل اولاد الموعد يحسبون نسلا، لان كلمه الموعد هي هذه: انا آتي نحو هذا الوقت ويكون لساره ابن. مين ابن ساره؟ إسحاق. الكود ده إسحاق يدعى لك نسل اللي بيتكلم فيه بولس وبيحاجي فيه في أول حتة، موجودة فين في الكتاب المقدس؟ تكوين. لو رجعنا لتكوين 17 ممكن تذكروها بعد كده عشان الوقت، بيحكي عن قصة إسحاق ده. إبراهيم وهو اتوعد من ربنا إنه هيجيب النسل، هيبقى عنده نسل كثير وربنا يبارك في نسله، وهو عنده 75 سنة. الوعد ده اتقال لإبراهيم من ربنا انه في نسلك تتبارك جميع الانسال وكرم للبحر، وهو عنده كم سنه؟
75 سنة، وهو عنده 86 سنة في تكوين 16، يعني بعد 11 سنة حس ان الموضوع طول، ربنا شكله نسي ولا ايه، فين الوعد وانا عايز ولا. فجوز مين؟ هاجر. جاب مين؟ اسماعيل. تكوين 17 الاصحاح اللي بعد على طول قال له لا انت لسه انا هباركك. قال ما خلاص ما في اسماعيل. لا ما فيش اسماعيل، هو باسحاق يدعى لك نسل. الكود ده ليس اولاد الجسد هم اولاد الله، لانه مش بالعافيه. في ضوء الخلاصه اللي احنا كنا بنحكي فيها، مش هتفرض عليا طريقه انا هجيبها ازاي. انا قلت لك انه باسحاق يدعى لك نسل. انت عايز تجيب اسماعيل انت حر، بس ده مش طريقتي انك تتبارك فيك جميع الامم ويبقى نسلك كرمل البحر. هتستنى تاني من 86 سنه وانت عندك 100 سنه هتجيب اسحاق. انا قلت باسحاق، انا ما بحكيش في اي حاجه دلوقتي روحيه، انا بحكي في التاريخ. ايوه ده اللي حصل، مش باسماعيل. مع انه اسماعيل قال له طب واسماعيل؟ قالوا لا اسماعيل هيتبارك، انا هباركك وهبارك اسماعيل. بس انا قلت لك النسل من اسحاق. ليه بيقول الحته دي؟ في ضوء الخلاصه اللي احنا كنا بنحكي فيها، انت مش هينفع تفرض عليا بالعافيه طريقه خلاص. ودي النقطه اللي لازم تبقى في ذهننا واحنا بنحكي في رومية 9 الخلاصه اللي احنا قلناها. انا قلت باسحاق يبقى باسحاق مش باسماعيل. فقعد 25 سنه، خلي بالكم، ما بين الوعد اللي ربنا قاله لابراهيم 25 سنه علشان يجي له اسحاق وينفذ الوعد. ودي نقطه مهمه، انه it might take time، يمكن ياخد وقت ان وعد ربنا اللي وعدني بيه يتنفذ بعد شويه، مش لازم يحصل على طول. فلو طول شويه ما اعملهاش بدراعي، الله ما يتفرضش عليه حاجه لانه الله. وده اللي بيقوله في اخر رومية 9، ام ليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتله واحده اناء للكرامه واخر للهوان. الله ما يتفرضش عليه طريقه. نرجع تاني، وليس ذلك فقط، بولس بيزود الموضوع، بل رفقه ايضا، وهي حبلى من واحد وهو اسحاق ابونا، لانه وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا او شرا، زي كده الراجل بتاع يوحنا 9 الاعمى، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار، ليس من الاعمال بل من الذي يدعو. وعندنا مشكله كبيره في الحته اللي جايه دي. قيل لها ان الكبير يستعبد للصغير كما هو مكتوب احببت يعقوب وابغضت عيسو. هو ما كانش ليهم اي اختيار في الحته دي، ما لهمش اي اختيار، وهي عارفه ان ده اللي هيحصل. طيب نرجع للاصل بتاعها، البتوين براكتس، ان الكبير يستعبد للصغير، بتوين براكتس اي كوت احببت يعقوب وابغضت. ده المكتوب يا جماعه كما هو مكتوب. احنا بنفسرها بشكل ملوش علاقه خالص باللي كان مكتوب. تعالوا نرجع للاصل المكتوب، صح؟ اتكتب فين؟ في تكوين. تكوين كام؟ الاولاني كان 17، ده تكوين كام؟ زودوا 10 عليهم 27 عشان ما تنسوش. تكوين 17 تكوين 27. تكوين 27 هو ايه اللي حصل فيه في القصه بتاعت ايه موضوع رفقه ويعقوب وعيسو وابغضت عيسو؟ ليه ابغضت عيسو؟ انت ما بتكرهش حد، ده عكس اللي انا فاهمه عنك. انت طلعت ايه ده؟ والفعل بتاع ابغضت ده يعني فعل صعب قوي. كويس قوي. اللهم حب. كويس قوي. حته نرجع في الاول اصل القصه ونيجي لكلمه ابغضت. اوكي. اصل القصه في تكوين 27 بيحكي عن اسحاق بارك يعقوب وما باركش عيسو عشان يعقوب سرق البركه. ايوه. ويعيسو اتسرق منه حاجتين ورا بعض، البكوريه والبركه. البكوريه والبركه عشان اكله والبركه عشان يعقوب غش ودخل لابوه، فابوه باركه بالبركه اللي كان المفروض تروح لمين؟ للكبير، عشان الطبيعي في ذلك الوقت حسب التراديشنز الكبير هو الكبير. الكبير البكر الراجل الكبير. نفس الفكره بالظبط اللي بولس بيبني عليها. ايوه ده الطبيعي، ده المنطقي، ده اللي المفروض يحصل. الله ما يتفرضش عليه طريقه. الصغير هو اللي هيجي منه نسل، اللي هيجي منه نسل المسيح. انا اخترت انه مش بالدراع، مش بالاصلاحيه، مش انك انت ده المفروض. الله ما يتفرضش عليه، مش المفروض، مفيش حاجه اسمها المفروض. انا اقول انه بالنعم، عشان ما يعتبرش، ركزوا في الكلمه اللي جايه، انه بالاعمال، ان انت عرفت تعمل حاجه بدراعك. لا، انا اللي هعملها عكس الطبيعي والمنطقي. مش المفروض يبقى من يعقوب، بس انا هخليه من يعقوب. استنيني حالا، هجيلك واحده واحده، هجيلك واحده واحده، بس اخلص الحته دي عشان قبل ما نتخانق. حاضر. نيجي لحته دي برضو تاريخ، ده ما فيهوش اي حاجه روحيه. هو جه من يعقوب، اختار يعقوب. طب ليه؟ يعني انت كده هنشك في الموضوع. احببت يعقوب ابغضت عيسو. طب ليه؟ في اللغه العبريه
لما كتب القصه ديت. هيت بمعنى سنه، SANA. في السيماتيك لانجوج، في اللغه السيماتيك، الكلمه بتاعت ابغض دي جايه بمعنى سنه، ملهاش اي علاقه باللغه العربيه بتاعتنا اللي بنفهمها انه ابغض ايموشنالي، ابغض كره. افتكروا معايا مثلا في لوقا، في لوقا مثلا لوقا 14 عدد 26، فاكرين المسيح قال ايه في لوقا 14 26؟ ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه. الله، ده من ضمن الوصايا ال10، اكرم اباك وامك، عايز نبغضهم. ان كان احد ياتي الي ولا يبغض اباه وامه وامراته واولاده واخوته واخواته وحتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. يا نهار ابيض، ربنا عايز نكره الناس واكره ابويا وامي واكره اخواتي؟ خالص، ملهاش علاقه خالص بالكره الايموشنالي. الكلمه دي في العربي عندنا مشكله فيها، وحتى بعض الترجمات الانجليش. يعني مثلا في ترجمات الانجليش بره التوبيك شويه، كلمه مثلا ندم الله، ندم الله، ربنا بيندم، هي ريلنتد، ملهاش علاقه خالص بالندم المصري او العربي او الشرق الاوسطي. نفس الفكره هنا بالظبط. البغضه هنا، المسيح مش عايز نربط حد، نفس البغضه هنا انه الله كره عيسو، ما كرهش عيسو، الراجل ما عملش حاجه خالص. هو جاي هنا بمعنى افضليه، في اللغه العبريه جايه بمعنى افضليه، انه حبيت طريقتي تيجي من يعقوب وما حبيتش ان طريقتي او خلاصي بالمفهوم اللي هو مكتوب في رومية 9 يجي من عيسو، مش لانه عيسو وحش او انا بحب حد وما بحبش حد. وهنشوف كمان شويه ان ده ملوش علاقه خالص بانه حد ربنا بيحبه وربنا اختار ناس وما اختارش ناس، ملوش علاقه خالص بالقصه دي، هنجيلها وهتلاقوها بسهله موجوده. بس نرجع للكوت، لاصل المعنى واصل اللغه العبريه واصل الكلمات اللي كتب بيها. الترجمه اللي معانا مش دقيقه قوي، فربنا ما بيتكلمش ايموشنالي، لكن بيتكلم في اختياريه، في افضليه، انه مش بالدراع. حبيبي ما يتفرضش عليا حاجه، عشان ما تقوليش انه انت كان ليك اصلاحيه بالاعمال، لانه ده الفكره الاصليه الاصيله اللي عايز يثبتها. يا جماعه مش بالناموس، مش هتعملي حاجه ينفع تديك خلاص، مش هتدرك البر بدراعك او بحق ليك حتى لو كان في اشتراع، يعني بالشرع ينفع اخده، مش بدراعك، لانه الخلاص في المسيحيه حسب المفهوم المسيحي بالنعمه. يعني حاجه انا ما ينفعش اعملها عشان استحقها، دي حاجه ما ينفعش استحقها حد ادهاني، ودي النعمه، انك حاجه ما ينفعش تعملها، ما تصلحش انك تعملها، مش باي حاجه عندك تصلح لك انك تاخد الخلاص والبر. البر بالايمان. فعشان اثبت لكم يا جماعه مش ده التسلسل الطبيعي، لا مش بده خالص، بالصغير بالغير منطقي، عشان يبقى 100% البر ده جاي من عندي انا بطريقتي انا اللي منه all the way يجي نسل المسيح. بس خليني اسال في الحته الصغيره دي، يعقوب عملها بدراعه، يعني اخد البركه او البكوريه بدراعه، مره ضحك عليه باكله، أيوة. ومره ضحك على باباه ودخل، فهي برضو هنا مش بتنطبق عليها القاعده اللي انت بتقولها. ده بيثبت اللي انا بقوله اكتر بكتير اللي انت بتقوليه ده. ليه بقى؟ لانه في الكتاب المقدس لو انا من مصلحتي مثلا، لما بنيجي نحكي مثلا الكتاب المقدس بيتلعب فيه، ده من مصلحتي اشيل الحته دي خالص. ده انا عشان اثبت اللي انا بقوله ده، بقول ان الراجل ده بسبب اللي عمله وعدم امانته ربنا استخدم ضعفه وغشه وكذبه والتوائه، ومع ذلك عشان يجي منه نسل المسيح، عشان ربنا يقول يا جماعه انت ما تصلحش، انت ما ينفعش، حتى لو انا غيرت رايي ده ما يجيش من عيسو ويجوا من يعقوب نسل المسيح ويتبارك فيه طب يجيب حد تاني غير يعقوب، يعقوب ده ما ينفعش، لا ده عشان يعقوب ما ينفعش. اختار الله المصدر وغير الموجود. عارفين الآية دي؟ فلكي لا يفتخر أي إنسان بل من افتخر فليفتخر بالرب. ده عشان أثبت إنه أقول أنا ما ينفعش، ده أنا ما أصلحش خالص. وده هو ده المفهوم ده المفهوم المسيحي. أنا يا جماعة ما ينفعش، أنا آخر واحد خالص ينفع يخش السماء، أنا منيل ب60 نيلة ومليان خطية وإثم ويعني مبوظ الدنيا. ده عشان يثبت اللي أنت بتقوليه يا جماعة بالنعمة. بس كده في سيناريو موجود واحنا بنحقق السيناريو باي طريقه بقى، يعني فاهم يعني. هنجيلها، اصبري لسه ما خلصناش الحته، ما ده المشكله الكبيره، هنجيلها معايا كده. خلصنا الحتتين الاولانيين، اوكي، ما بيبغضش عيسو ولا حاجه، ماشي، مش ايموشني، كلمه عندنا بس مختلفه شويه. طيب وممكن نشبهها بلقا 14 عدد 26. طيب نكمل.
بعدين بيقول لانه يقول الكتاب لفرعون، راح لفرعون مم. اللي هو مين في ايام موسى في سفر الخروج، طلع من التكوين. اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض. عندنا مشكله كبيره في اللي جايه دي. فاذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. وليه كده يا رب؟ وعملنا ايه عشان فين الجمله دي اتقالت في سفر الخروج؟ فين الكوت اللي هو بين براكتس، الكوت اللي واخده ان لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض، وبعدين بيقفل الكوت وبعدين بيقول فاذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. موجوده فين الحته دي؟ لما قص قلب فرعون يعني. موجوده فين القصه؟ لا، فين الكلمات دي اللي اتقالت في الكتاب المقدس؟ الكلمات دي كوتد، موجوده فين في سفر الخروج؟ 33. خروج 33 فيها الحته دي، بس ليها علاقه ب 32. خروج 32 حد فاكر ايه اللي حصل فيه؟ لا مش فاكره. فرعون العجل الذهبي. شعب اسرائيل عملوا عجل مع هارون وكده، وقالوا ده الالهه اللي طلعتك من ارض مصر بعد 430 سنه عبوديه في مصر، وربنا فتح الميه وعداهم من الناحيه الثانيه. عملوا مصيبه سوداء، عملوا كارثه، عملوا وثن، عبدوا عجل. ربنا بسبب القصه دي كان عايز يفني الشعب كله، وحتى قال لموسى انا هفني القصه دي خالص، هفني الناس دي تماما، هأصيرك امه عظيمه، هبتدي معاك من سكراتش. وموسى تضرع لربنا وقال له بلاش فق. في خروج 33 قالوا الكلمات دي اللي احنا بنقراها، اني ارحم من يرحم، اني اقاسي من، او بمعنى اصح اجيز كل جهوداتي قدامك فاني ارحم من ارحم. دي الكلمات اللي جت في خروج 33. عايز يقول ايه هنا في روميا؟ لو انت بتقول لي على انه بالناموس، على انه ليك حق في القصه دي، ارجع معايا على الكلمات ديت اللي موجوده في خروج 32. ده كان مفروض بسبب العجل الذهبي اللي انتوا عملتوه ما كانش مفروض يبقى ليكوا وجود. انا كان المفروض افني الامه دي كلها لانه ما سمعتوش اللي انت بتقول لي عليه انه حسب الناموس، وانا ما عملتش كده، فاني رحمت. واضح الفكره دي يا جماعه؟ دي نقطه مهمه جدا. الجمله دي كوتد من خروج 33 بيزد على رحمه ربنا مش بالدراع، لان لو بنتحاسب بقى بالورقه والقلم وجاي تقول لي لينا حق، قول لي عملت ايه في 32 من سفر الخروج. بس ربنا كان بيقول لموسى ان انا هقسي قلب فرعون لسه ما عشان ما جبناش لفرعون، يخرجوش. لسه ما جبناش بس لفرعون. هي كان يعني الحتتين دول مش متعلقين ببعض. دي بتاعه خروج 33. يعني الجمله بتاعت ارحم من ارحم واترأف على من اترأف ده ربنا قالها لموسى، مش موجوده في نفس الحته بتاعت فرعون. لا مش موجوده. أوكي. دي قصه ثانيه خالص. أوكي. هنيجي لموضوع فرعون. بس عايز اقول انه بيثبت تاني على نفس الفكره الاولانيه والثانيه، والخلاصه اللي احنا قلناها انه مش بالدراع، لو بالورقه والقلم وهنيجي نتحاسب، لا انت ما تصلحش، انا كان المفروض اموتك خالص. لولا تضرع موسى ولولا رحمتي انا خليتك تعيش. اعتقد الحته دي اللي هي كسر رب قلب فرعون. أوكي. دي في حته فرعون. نخش على حته فرعون. كسر رب قلب فرعون. لما تيجي تقرا القصه على بعضها من غير ما تجزأها، حصل كم ضربه في العهد في الوقت ده؟ 10. يجي الضربه تتشال، الضربه دي ايه؟ تشيل الضربه دي ايه؟ بس هي القصه بدات بان هو موسى راح قال لفرعون طلعهم، فقال له لا، فرحت حصلت الضربه. مين اللي قسى قلبه ساعتها في الوقت ده؟ فرعون ولا ربنا اللي قساه؟ ما اعرفش مين. عشان كده بقول اقروا يا جماعه بالترتيب. ادوني ثانيه عشان اشرح. اوكي. اقروا القصه على بعضها بترتيب، ما تاخدش حته في النص. لما تقرا القصه كويس قوي، الضربات دي يقول بوضوح كل مره موسى يدخل يقول لفرعون اطلق شعبي، ما يرضاش. فرعون اللي ما يرضاش، يقصي قلبه. فرعون يقصي قلبه وما يرضيش، ما يرضاش يطلع الشعب. ربنا يبعت ضربه وبعدين يحصل ايه؟ يقول خلاص ماشي تمام. تحصل ايه؟ يشيل الضربه. شيل الضربه دي نعمه ولا مش نعمه؟ شيل الضربه دي نعمه انها اتشالت. الجراد يجي يشيل الجراد، دي نعمه. صح كده؟ الميه تتحول لدم والناس مش عارفه تشرب و يموت مش عارف ايه، دي ضربه. شيلانها دي نعمه. فرعون كان بيقسي قلبه بعد النعمه ولا قبل النعمه؟ بعد النعمه. لما تقروا كويس خالص الترتيب، الضربه موجوده، تتشال الضربه ودي نعمه، يقول خلاص هطلقهم، فيتشال الضربه، فرعون يقسي قلبه فما يطلقهمش،
فيجيب الضربة اللي بعديها، الضربة اللي بعديها بنفس المنوال. مين اللي بيقاسي قلبه؟ فرعون. ده اختياره الإرادي، واحدة واحدة، اختياره الإرادي بإرادته. أنا مش مطلع حد، دول في العبودية. الله بيقول لك طلعهم، ده مش جاي مني أنا، ده جاي من الكبير. طلعهم، هطلعهم. شيل الضربة، يشيل الضربة، ما يطلعهمش، يقاسي قلبه، تيجي الضربة اللي بعديها. لما حصلت القصة دي كذا مرة، اسمعوني كويس في الأول، ده حاجة مهمة جدا. زي فكرة في تكوين 15-16 ذنب الأموريين لم يكتمل بعد. ذنب الأموريين لم يكتمل بعد. 430 سنة تقريبا على إبادة 7 شعوب في أرض كنعان عشان شعب إسرائيل يمتلك أرض كنعان. طب إيه ذنب الناس اللي عايشة دي وموتهم ليه؟ لأنه اداهم فرصة 400 سنة في الجيل الرابع. ده الآية في تكوين 15-16 اداهم فرصة حوالي 400 سنة إنه يتوبوا، وشرهم وصل لحتة كان لازم الله يتدخل لأنه مش بيتوبوا. الشر وصل لدرجة إنه بيقدموا ولادهم، بنيهم وبناتهم، في تثنية نقرأ القصة ديت، ذبيحة للوثن، وهم بيعبدوا العبادة الوثنية دي وبيقدموا ولادهم ليها. توب ما توبش، توب ما بيتوبش. 400 سنة. الله يتدخل في وقت معين في التاريخ لما الإنسان بإرادته الحرة يصمم أنا مش راجع، والشر بتاعه ده بيأذي ناس تانية. طب أنا بحب الشر ده، أنا بحب الشخص اللي بيعمل الشر ده، توب. 400 سنة ما تابش. نفس الفكرة بالظبط. أنا النهاردة فرعون قسى قلبه، طلعهم، هطلعهم، ما بينفذش. بعد ما بيشوف النعمة يقول خلاص، غالبا خلاص ربنا مش هيعمل حاجة تانية وتمام وزي الفل دلوقتي. تيجي الضربة، ربنا بيتدخل في وقت معين، يستخدم عصيان الإنسان ده وعناده لبركة ناس تانية. وده اللي حصل برضو مع شعب إسرائيل. لما شعب إسرائيل دخل وامتلكوا الأرض في أرض كنعان، لما شعب إسرائيل نفسه تقصى على الرب، اتسابوا في سبي بابل. فربنا بيتدخل في وقت معين بإرادتي الحرة، ما ينفعش يجبرني، بس لما يلاقي إنه ما فيش فرصة لتوبتي واداني فرصة كذا مرة، هيتدخل عشان يمنع الشر. فالجملة دي بتاعت فرعون مش إنه ربنا قسى قلب فرعون يا ربنا مش حلو وهو بيلعب بالناس فاختار ناس وناس لأ، فحب الشخص ده فلعب في قلبه فحبه، والشخص ده مش عاجبه قوي فقسى قلبه عشان ما يحبوش، وربنا كده وفر شوية كراسي عنده في السماء. مفيش حاجة اسمها كده. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه للكل لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هو مش عايز حد. في حزقيال 33 يا جماعة لا أصار بموت الشرير، أنا مش عايز حد يهلك. حط القرينة في الكتاب المقدس كله. هنكمل اوكي. فدي نقطة فرعون، وبعدين حط بعديها فستقول لي لماذا يلوم بعد من يقام مشيئته، بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله، لعل الجبلة تقول لجبلها لماذا صنعتني هكذا، أم ليس للخزاف سلطان على الطين. كلام منطقي جدا. أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان. اسمع آخر آية، فماذا إن كان الله بيشبه الخزاف ده اللي ليه سلطان على الطين. أنا بقى خزاف شاطر، بعمل إناء من الفخار، أنا حر أعمله زي ما أنا عايز. يعني إيه حر أعمله زي ما ثانية واحدة، أنا عندي حرية إن أعمل الخزف ده أو الشكل ده، أعمله مربع، أعمله مستطيل، أعمله كوباية، أعمله زي ما أنا عايز. صح كده؟ صح كده. منطقيا. تعالي نخش لربنا. فماذا إن كان الله بيشبهها دلوقتي بربنا وهو يريد أن يظهر غضبه، العربي صعب شوية، ويبين قوته، احتمل بآنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. يعني ما أهلكهمش، هو احتمل بآنية كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. كان مفروض معدل للهلاك، كان مفروض أفنيهم كلهم في البرية، ما صدقونيش. كان مفروض أموت كل الشعب ده عبدوا حد تاني اللي قالوا عليه إنه طلعوا من أرض مصر. أنا ما عملتش كده، هو ما عملش كده. هو يريد أن يظهر غضبه، يبين قوته، التناقض بتاعها العكس بتاعها. هو ما عملش كده، هو احتمل بآنات كثيرة. آنية الغضب دي ما أهلكهاش مع أنها مهيئة للهلاك، بالعكس، لكن يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. يعني في آنية تانية، آنية رحمة، ده عشان يبين رحمته. المفروض الطبيعي إنه يهلك إنه يموت. هو ما عملش كده، هو احتمل بآنات. هو بيقول العكس. يمكن العربي عندنا صعب شوية.
ربنا يا جماعة ما اختارش ناس وساب ناس، ربنا مش عايز يهلك حد، ربنا كان المفروض يهلك. ده هو لو احنا عايزين برضه نتحاسب بالورقة والقلم بالذات مع شعب إسرائيل، ما كانوش المفروض يكونوا موجودين. ده كله ليه؟ عشان يقول يا جماعة أنا برحم من أرحم. اسمعوني بقى في اللي جاية دي عشان دي برضه هتحل شوية لغز. العربي بتاعنا صعب، لما تيجي تقرا ده بالعبري، وانا قريتها وما فهمتش حاجه بالعبري فحطيتها وسالت ناس بتفهم عبري. الاصل بتاعها وتقدروا تذاكروا ده تدوروا عليه، فهو يرحم من يشاء الرحمه، وهو لا يرحم من لا يشاء الرحمه. ربنا بيرحم اللي عايز يترحم. انا قررت بارادتي ان عايز اترحم، انا عايز اوكي بالايمان بالنعمه مش بدراعي. انت لازم تكون عايز تختار الرحمه. مش كده بنقول في الصليب انت لازم تقبل العمل اللي المسيح عمله على الصليب، ولو ما قبلتش انت حر، مش هينفع يجبرك، مش هيجبر حد انه يحبه بالعافيه. بس الخلاص في المفهوم المسيحي مش بالدراع مش بالناموس، لان الامم وهم بيحاولوا يدركوا البر عن طريق الناموس، مش هتنفع القصه دي. بالايمان. تعال نقرا بقى الخلاصه اللي انا قريتها تاني في ضوء اللي انا قريته ده ونتخانق. ماشي؟ اوكي. نقرا الخلاصه تاني اللي بيقولها في رومية 9 عدد 30 ل 32. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، اللي هو إحنا منهم، إحنا مش من شعب إسرائيل، وأدركنا البر الذي بالإيمان. ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، لأن ربنا قرر إنه يتعمل بالإيمان، ما يتفرضش عليه حاجة بالعافية، مش لأنه الكبير هو اللي لازم يجي منه، مش لانه انا قلت لك بالنسل فانت انا اتاخرت شويه فحسيت انه هجيبها بالدراع فهجيبها انا عشان انت مش عارف تجيبها فهجيب لك اسماعيل. مش انه انا مش باي حاجه. ربنا قرر انه بالايمان، لانه فعل ذلك ليس بالايمان بل كانه باعمال الناموس، فانهم اصطدموا بحجر الصدمه. دي اللي في رومية 9 مالوش اي علاقه خالص. لما بحط رومية 8 كمان وانا ما عنديش وقت اقراها، رومية 8 ورومية 10 ابتدوا راجعوا ذاكروا الحته دي من فضلكم لما ترجعوا البيوت، وحط ده مع رومية 9 واللي احنا فصصناه، واعمل الكوتنجز من الاصول بتاعتها اللي جت في العهد القديم في تكوين 17 تكوين 27 خروج 32 و33. ما بيتكلمش خالص ان ربنا عنده خيار وفقوس. وانا مش مع كالفن ولا مع ضد كالفن ولا انا بتكلم على حاجه موجوده في الكتاب. في ناس تانية ممكن تختلف اوكي، بس اللي انا فاهمه من الكتاب المقدس كله ربنا بيحب كل الناس، وربنا عايز يدي فرصه لكل الناس، ولازم الانسان يقبل انه بالايمان بالمسيح بالنعمه متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، مش بالدراع مش بطريقه. واضحه؟ اتخانقوا معايا. انا عايز اسال سؤال في الايه اللي فاتت بس قبل ما نكمل خناقتنا يعني. انت بتقول انه يعني او الكتاب بيقول انه هو الجابل وليه الحريه انه يعمل اناء للكرامه واناء للهوان. ايه بقى الاناء للهوان؟ يعني فيها هل في ناس اناء هنا للكرامه والهوان انه في ناس هتعيش وناس هتموت، ناس هتروح السماء وناس هتروح النار؟ في ناس هتروح السماء وهتروح النار. ملوش علاقه بانه بيحب شخص او عنده افضليه لشخص، عنده افضليه للطريقه. هو عمل اناء عشان يروح النار؟ لا، هو ما عملش الاناء. خليني ارجع معاك حته صغيره. ماشي. مين اللي خلق الاناء ده في الاول؟ احنا بنتكلم على الانسان. مين اللي خلقه؟ الله. كويس خالص. مصنوع الهي صح؟ فكره الهيه، ذكرا وانثى، كل البشر كل واحد صح. فربنا صنع الاناء. ربنا ادى للانسان ده حريه انه يختار زي ما هو عايز، ولا حكم في الانسان ده بطريقه معينه اتحكم فيه وخلاه رابط، وخلى ده يختار خير وخلى ده يختار شر، ده يروح السماء وده ما يروحش السماء، فلاعب في قلوب الناس. ولا كل انسان هو حر بيختار اللي هو عايزه؟ يعني اللي احنا فاهمينه ده ما تقوليش اللي احنا فاهمينه. انت قولي لي انت. يعني ما هي دي النقطه، انه الله بيدي حريه الاختيار، وانا من حقي اختار انا عايزه اتبعه ولا لا. كويس. لكن في نفس الوقت في آيات تانية بتقول إنه هو اللي اختارني وهو اللي أقامني وهو اخترتكم ودعيتكم. هو اختارنا علشان نبقى معاه من قبل تأسيس العالم، اختارنا عشان نبقى أولاده، عشان نبقى معاه في السماء، عشان نبقى كده. ما بيقولش كده خالص. أما كل الذين قابلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. كل اللي هو اختارهم، كل الذين قابلوه. امال يعني ايه اختاركم قبل تأسيس العالم؟ ده بيتكلم في حاجه تانية خالص. الله اختار المسيح انه يتبعت للعالم
لانه اختار انه to redeem back the mankind، انه يخلصهم. بيخلصهم، بيحاول يرجعهم. في ملء الزمان أرسل الله ابنه يسوع المسيح علشان يخلص العالم. اختار انه يحب الناس، اختار العالم. قبل تأسيس العالم ما كانش في ناس اصلا ما كانش في واحد عمل كويس ولا واحد، ما كانش موجود اصلا الانسان قبل تأسيس العالم. الانسان اتولد بعد ما العالم، يعني مش معقول الانسان هيجي قبل العالم، صح؟ العالم كان موجود وبعدين الانسان، ده قبل ما تأسيس العالم خالص يحصل. اختارنا، حبنا في علمه السابق. انا بحب الانسان، الكائن الوحيد من ضمن مخلوقات ربنا كلها اللي اختار على شبهه. من كتر حبه ليه رجعه مرة تانية وصالحه على نفسه بالمسيح. يا جماعة ربنا، وده احنا مش محتاج احكي فيه حتى من الكتاب، احنا بنشوفها عمليا. ناس بعيدة خالص 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 عن المسيح، والمسيح بيرجعها وبتعيش مع المسيح. انا اعرف ناس بعيدة تماما، بعيدة خالص والمسيح يقبلها وعايشة مع المسيح، لأنه الله حب الناس. وده رومية 9 ده بيأكد الفكرة مش بيعكسها. ده بيقول يا جماعة أنا خلاصي لكل الأمم. يا جماعة مش مقتصر على شعب إسرائيل عشان عندهم العهود والاشتراع والتبني والميزات اللي كانت عندهم في العهد القديم. مش بالدراع، الناموس ما ينفعش، وإلا ما كانش ليه لازمة العهد الجديد والمسيح إنه يجي. واضحة الفكرة دي؟ واضحة. بس ستيل عندي مشكلة في الحتة دي، إنه لو يعني خليني أسأل السؤال عليا، لو هو عارف من الأول إنه أنا مران لما أجي للدنيا دي مش هختاره، فهو ليه سمح إن أنا أجي للدنيا وبإرادتي ما اختاروش وأهلك في الآخر؟ طب ما كنتش جيت من الأول. انا برضو عندي سؤال هنا. هو هل ده معناه انه مثلا ربنا بيبقى عارف ان في ناس معينة هتختاره فبيختارهم، ولا هو عايزنا كلنا نحن نختاره واحنا اللي بيبقى في ايدينا الاختيار، مش ربنا؟ او يعني اوكي، لازم نذاكر في اللاهوت شوية عشان نجاوب السؤال ده باستفاضة. بس ملخص، وده مش هينفع يغطي كل الإجابة. اوكي، في اللاهوت لما تذاكر كويس شخصية ربنا، شخصية الله، شخصية المسيح. الله omniscient يعني كل المعرفة، عارف كل حاجة. مش زينا، احنا ما بنعرفش كل حاجة وما بينساش حاجة. احنا بننسى لأنه ذاكرتنا محدودة. حتى لو عندنا ذاكرة قوية لكن definitely بننسى حاجات وبننسى مع الوقت. ربنا ما عندوش القصة دي. الله كلي المعرفة، عارف كل حاجة، كلي القدرة، اوكي. الله لما تيجي تذاكر اللاهوت كويس، لو انت سكولر يعني، ما بيتعاملش معايا، اسمعوني في الجملة دي مهمة خالص، ما بيتعاملش معايا بحسب علمه المسبق. أقولها تاني، الله في علمه السابق لأنه يسبق الأحداث فيعرفها، ما بيتعاملش معايا كإنسان بحسب علمه السابق. عارف إنه بطرس هيخونه، يبقى ما كانش هيختار من التلاميذ. عارف إن يهوذا هيخونه، يعرف صح؟ يعرف لما راح الجبل وكان هيبقى فيه جموع من الأمم، كان عارف إنه إيه ده، إحنا ما جبناش أكل. اتفاجئ هو كلية المعرفة، عارف إنه مش هيبقى فيه أكل، لكن ما بيتعاملش مع التلاميذ والناس إنه كان عارف إنه ما كانش فيه أكل، ما إنه عارف إن أنا هغلط بكرة فمش هيشغلني معاه، مش هيحبني النهاردة، مش هيجيبني، لأنه شادي ده هيبوظ الدنيا كمان يومين. ما هو بيحبني دلوقتي وبيديني فرصة دلوقتي. ليه؟ عشان أنا علمي مش سابق. أنا ما بعرفش الحاجة كإنسان قبل ما تحصل، فإزاي يحاسبني في عدله إنه يحاسبني على حاجة أنا مش عارفها بكرة؟ أنا مش عارف الأسبوع الجاي هيحصل إيه، أنا مش عارف هقع في إيه بالليل، النهارده بالليل. فبيديني الفرصة وبيتعامل معايا على قد محدوديتي، وما بيشتغلش معايا وما بيحاسبنيش على الحاجة قبل ما أنا أعملها. عشان كده دي النعمة، إنه لما بعمل الحاجة بيقول لي شادي أوكي اتدفع ثمنها، ابتدي من تاني، اتدفع ثمنها. آية جميلة جدا بتقول كده، إنه يعرف جبلتنا ويذكر إننا تراب. هو عارف ضعفي وعارف إمكانياتي، فمش من عدله إنه يحاسبني على حاجة برغم إنه عارف. واضحة الفكرة دي؟ فربنا اختار ناس وهو اختارهم، وكان عارف إن الناس دي هتختارهم والناس دي مش هتختاره. ربنا عارف، بس ما بيتعاملش مع الناس ما دام ما فيش فايدة منه anyway، ما هو مش جاي، ما أنا عارف إنه مش جاي فنسيبه. لا لا لا،
ربنا بيدي فرصه لكل الناس. انت بتقرر بارادتك يا جماعه. ربنا ادى حريه للانسان، احنا لازم نقتنع بالفكره دي. الانسان عنده حريه محدوده، هو غير محدود بس اداني حريه محدوده ان يختار. انا نتيجه اختياراتي مش نتيجه ماريونات القدريه او الفيتاليزم اللي في ناس بتصدق فيها. ما ربنا بيلعب بينا، ما هو عارف. لا 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 لا، انا اللي بختار. انا اللي قررت ان اسوق العربيه النهارده واعمل ايه. انا اللي قررت اعمل الشر بنفسي لنفسي. انا اللي اخترت. بس بناء على الكلام اللي احنا بنتكلمه بقالنا حبه ده، في شخصيات زي مثلا يعقوب ربنا عمل شيفت كده للشر بتاعه واستخدمه وعمل منه حاجه كويسه. لكن في ناس تانية ربنا يعني كأنه قرر انه ما يستخدمش شرهم دول وماتوا بشرهم وهلكوا. فاشمعنى يعقوب؟ الجمله الثانيه اللي انت قلتيها بمفهوم مين؟ يعني ايه بمفهوم مين؟ يعني الريفرنس اللي انت بتقوليه ده جبتيه منين؟ انه ربنا انت طلعتي عنده سالتيه او قال لنا في الكتاب انه الناس دي ما كانش فيهم فايده. في ناس زي يعقوب استخدم الشر بتاعهم وفي ناس تانية ما استخدمهمش. لا يعني اقصد انه اي شخص شرير ما قبلش الرب هو هنا ممكن يكون عمل اخطاء كتير ربنا ما استخدمهاش للخير. عرفتي منين؟ عشان في ناس ماتت وشرير، يعني وصلت ان السيناريو بتاع حياتهم مش لذيذ. اجابتي للسؤال ده انه مش يمكن، لان انا ما اعرفش. مش يمكن انه الله اداهم فرصه واثنين وثلاثه واربعه زي الشعب ده بتاع كنعان وزي فرعون. على فكره ربنا كان بيحب فرعون لانه انسان، فربنا بيحبه. زي سدوم وعموره. فكرتيني بقصه تكوين 18. I think انها في تكوين 18. قصه اللي دخل فيها ابراهيم مع ربنا على موضوع سدوم وعموره. 50 40 30 لغايه ما وصل معاه لغايه 10. ربنا هلكها ليه؟ عشان ما لقاش ال10. مش لان ربنا كان مصمم من الاول انا مقرر من الاول ان الناس دي ما لهمش ديه وما فيش فايده في نموتهم ونوفر ناس موجوده على الارض. يقول بعديها بكم اصحاح لما تراجعوا الكتاب وذكر الله الميثاق الذي افتكر اللي عمله مع ابراهيم، الاتفاق. هو ما لقاش ال10، هو اهلكهم لانه ما لقاش ال10. والشر بتاع سدوم وعموره لما تقرا عنه يا نهار ابيض، يعني ايه ده؟ ربنا مش عايز حد يهلك، وربنا ما اختارش ناس وناس لا. ربنا بيحب كل الناس. بليز رومية 9 ما بيتكلمش عنه ربنا اختار ناس وناس لا. ربنا عنده افضليه. ربنا مش عايز ناس تجيله، بيحاول يوفر مكان في السماء. عنده ناس كتير قوي اوريدي. ما فيش حاجه اسمها كده. ربنا حب كل الناس وعايز يعمل نفسه لكل الناس، وقال يا جماعه مش بالدراع. ده بيثبت انه مش بالدراع، مش بالناموس، مش بحاجه ينفع تعملها. عشان انت لو عرفت تعتمد على القصه دي مش هتعرف تجيلي، مش هتخلص، مش هتخلصك القصه دي. طيب ماشي، عندي سؤال. يهوذا كان مكتوب عنه ان هو ابن الهلاك، فهل ده كده معناه ان هو كان ربنا مختاره من الاول ان هو يعمل حاجه زي كده؟ وكان في نبوات في العهد القديم بتقول ان في حد هيعمل كده، فواضح انه ده الدستني بتاعه، القدر بتاعه ان هو يموت. في 300 نبوه في العهد القديم بس عن المسيح، عن موته ومكان موته ومكان ولادته. ولدرجه انه دانيال لما تقروا في دانيال هتلاقوا مثلا في بعض الريفرنسز لموت المسيح. لما يحسبوه الحسبه تعرف تحسب المسيح يجي امتى ويموت امتى، ليها حسبه بالاسابيع. قصه تانية. بس النبوات دي نبوه، دي حاجه عن حد هتحصل. وده عظمه الكتاب المقدس انه بيحكي على حاجه قبليها ب 600 700 سنه قبل ما تحصل. فبيقول لي ده اللي بيحصل، ده اللي هيحصل. يهوذا ما عملش اللي عمله وخان المسيح عشان النبوه، عشان أرى في سفر معين في العهد القديم انه ده ابن الهلاك، او انه في حد هيسلمه او ب30 من الفضه. دي نبوات في العهد القديم. هو يهوذا سلمه عشان هو سلمه، عشان هو اختار انه يسلمه. كون انه في نبوه بتحكي عن القصه دي، ده بيحكي عن الحاجه هتحصل، لكن مش بيفرضها انه لازم تحصل. في فرق بين انه اقول لك حاجه هتحصل بكره، على فكره بكره هتمطر، بس بكره هتمطر لانها هتمطر، مش عشان انا قررت وعارف من الارصاد ان بكره هتمطر فانا قررت ان العب فانا النبوه نفس الفكره بالظبط. انا عارف حاجه انها تحصل
وده ربنا وده عظمه الكتاب انه بيقول لي على حاجه هتحصل وفعلا بتحصل. هي حصلت مش عشان قالت انها تحصل، مجرد انها قالت انها تحصل، هي حصلت بالذات من الشخص لانه هو اختار انها تحصل. فالنبوه بتاكد انه هي حصلت. يعني كانت ممكن تحصل بطريقة مختلفة، كان ممكن يحصل انه مش يهوذا هو اللي يسلم يسوع، كان ممكن تحصل بطريقة تانية، بس انت بتقول انه يهوذا هو اللي اختار ان هو يعمل كده. والله في علمه السابق عارف انه يهوذا ولا كان ممكن اي حاجه تحصل باي حاجه تانية. يعني المنطق ده اي حاجه كان ممكن تحصل واي حاجه كان ممكن ما تحصلش، لكن هي حصلت لانه الله كان عارف انها تحصل. لكن مره تانية مش بيحاسبني على انه عارف، هي حصلت لان انا اخترت انها تحصل. انا جيت النهارده عشان اصور معاكم، صح كده؟ حد اجبرني؟ في ناس اجبرتني بس يعني لا، انا اللي اخترت. انا جيت هنا عشان انا عايز اقعد معاكم ونحكي مع بعض، فانا اللي اخترت. واضحه الحته دي؟ الكتاب بيقول انه الله اختارنا، ده مش معناه انه هو اختار ناس تموت وناس تعيش خالص خالص. اختارنا كلنا. هو اختار الطريقه، انه الطريقه ما تتفرضش بالعافيه على ربنا. ربنا ما يتفرضش عليه حاجه. عشان كده هو بيقول يا جماعه الخزاف من حقه انه يعمل اللي هو عايزه، لان هو الخزاف. ربنا قال الطريقه مش الناس، ما بيحكيش على الناس واختار ناس وناس، لا، اختار طريقه اسمها بالايمان مش بالناموس. والخلاصه بتاعتها من عدد 30 ل 32 في نفس الاصحاح. ورمية 8 ورمية 10 اللي قبل وبعد بيأكد نفس الفكره. لازم نشوف الكونتكست كله يا جماعه، مش بحاجه تعملها ومش قاصره على شعب اسرائيل. والا احنا النهارده ما كناش احنا قاعدين قاعده دي اتجمعنا مع بعض ليه؟ انا ما كنتش اعرفكم، وانتوا يمكن ما كنتوش تعرفوا بعض، ويمكن ناس تانية اللي بتصور معانا هنا في الاستوديو ما تعرفش بعض. احنا جمعنا كلنا عشان المسيح جمعنا، واحنا مش من شعب اسرائيل. تخيل لو القصه دي ما حصلتش واللي احنا بنقول ده ما اتعملش، ما كناش هنتجمع. ده مش بس على الارض، ما كناش هنطلع فوق مع بعض. لو بس كانت قصيره على شعب اسرائيل وبالناموس، يا نهار ابيض، ده احنا يعني بالايمان. وكل اللي جه في تكوين 17 تكوين 27 وخروج 32 و33 ده من رحمه ربنا انه وسعها علينا وفتح الموضوع وقال يا جماعه بالايمان. خلاص كله اللي يصدق فيا يدخل. ودي دعوه للناس اللي يعني نختم الحته دي بقى. لو كل الناس اللي بتسمع عايزه تاخد اجابه، this is a chance. دي فرصه. لو انت ما تعرفش المسيح غير قاصر على اشخاص وطبقه دينيه وطبقه، يعني بنشوف المسيح لما جه كان بيخلص وبيشفي الراجل والست، الكبير والصغير، اللي عنده مستوى اجتماعي عالي واللي فقير بيشحت، كل الناس. الخلاص على فكرة، الخلاص ابتدى مش من العهد الجديد بس في المسيح. الخلاص ابتدى فكرته من سفر الخروج. فاكرين ونختم بالحتة دي عشان طولنا شوية في السؤال ده. في الخروج مثلا لما قال لهم في آخر ضربة خالص خشوا وحطوا الدم على العتبة العليا الجامز، العتبة القائمتين. كل اللي هيكون في البيت وعليه الدم، الملاك المهلك هيجي يشوف الدم على البيت ده مش هيهلك. اسمع، كل اللي موجود في البيت مش شعب اسرائيل. كان في ناس جوه البيت مش من شعب اسرائيل وبنقرا عنهم في سفر الخروج وطلعوا معاهم من ارض مصر. الخلاص بالدم، وفكره ان الله بيحب الناس كلها مش قاصر على شعب اسرائيل، موجوده من العهد القديم في ايام شعب اسرائيل. فاللي بيسمع you have a chance. ربنا بيحبك جدا. الخلاص متاح ليك if you accept. لو قبلت اللي عمله على الصليب ويشيل شيلتك، لانك يا اما انت هتشيلها يا اما هو هيشيلها. حد لازم يدفع الثمن، يا اما انت هتدفع، حد هيحاسب على الفاتوره يا اما انت هتدفع على الخطايا اللي انت عملتها، يا اما حد بيقول لك انا شلتها كلها ودفعت ثمنها اللي هي الموت، فانا مت عشان انت تعيش. تمام. ثانك يو شادي قوي. يعني موضوع الاختيار ده اعتقد جاوب عليه. اتجاوب. اوكي. اتمنى نجاوب عليه. لا، موضوع الاختيار ده حاجه اعتقد ناس كتير بتصارع فيها، فمبسوطه ان احنا اتكلمنا اكتر وفهمنا اكتر وعرفنا اجابات اكتر، ويعني اعتقد انا شخصيا عرفت حاجات كتيره واستفدت. ايوه. شكرا. You're welcome guys. انبسطت معاكم. احنا كمان. اتحد.